يا صباح الورد والفل والياسمين على عيونكم الحلوة. النهارده بقى قلت هنعمل ايه بمناسبة شهر رمضان، كل سنة وانتم طيبين. قلت لازم ان احنا نعمل كده صلصة لرمضان عشان نتفرغ كده للقرآن و للصلاة. وزي ما انتم ما شايفين كده هبدأ ان انا هعمل الصلصة معاكم بطريقة تحفة جدا، يمكن ما شفتهاش قبل كده على اي قناة، بجد هتبهركم جدا. يلا بينا وهنشوف هنعمل ايه. هنسمي الله ونصلي على الرسول. ولو عجبكم فكرتنا ما تنسوناش في لايك وشير وكومنت حلو منكم. ما تنسوش ان انتوا بقى تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس على الكل. يلا بينا. هنا معانا الطماطم طبعا غسلينها كويس جدا، وزي ما انتوا ما شايفين انا بشيل منها ايه القطع اللي هي بتبقى في النص دي. طبعا كلنا عارفين، بس انا بعملها عشان خاطر البنوتات الصغيرين اللي اول مره يخش المطبخ. وزي ما انتم ما شايفين كده بنشيلها بالشكل دوت. لازم يا جماعه برضو نقول لهم ونعلمهم. بيبقوا يا عيني طبعا بيدرسوا، بيتجوزوا طبعا، بيبقى يعني في حاجات بتفوتهم كده. وزي ما انتم ما شايفين حطيت الحلل كده على النار بالشكل اللي انتم شايفينه ده. هنوطي عليها خالص النار. الطريقه ديت هتبهركم جدا. يعني عايزه اقولك ان انا مش هحط لها ولا نقطه ميه. لو انتي بتحط لها ميه يبقى خسرت كتير، لاني اصلا الطماطم بتنزل كميه ميه كبيره جدا. وزي ما انت ما شايفه كده هوطي عليها النار وهسيبها خالص، مش هحط لها ولا نقطه ميه. بس اهم حاجه ان انتي توطي عليها النار. وزي ما انت ما شايفه كده عملت كميه ميه قد ايه لوحديها. برضو التانية بنفس الطريقه بالشكل ده. وبجد الخطوة دي حصريا جدا، يعني انا ما شفتهاش خالص على اي قناة على اليوتيوب. وزي ما انتم ما شايفين كده هنا ايه حطيت بقى ايه البنجر دوت. عايزة اقولك يعني في كمية غذاء عالية جدا، وكمان بيدي لون حلو جدا وردي كده للطماطم. وزي ما انتم ما شايفين بعد ما خلصت معدى الوقت منها واتسبكت معانا بالشكل اللي انتم شايفينه دوت. هنبدأ بقى ان احنا هنضربها في الخلاط. وبالنسبة بقى يا جماعة للبنجر لازم ان احنا نجيبه كده نفرزله في الفريزر برضو لشهر رمضان، نعمل منه عصاير للاولاد، بجد مغذي جدا ومفيد. لازم ان انتوا تقروا عنه. بيورد الخدود وبجد مفيد جدا. يعني بجد جميل جدا نحطه برضو على السلطات، بيبقى حلو جدا. وزي ما انتوا ما شايفين هنخلص كل الكمية بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. نضربهم في الخلاط. عايزه اقول لكم بصراحه انا بعد ما عملت الخطوه الاولانيه ديت انا تعبت وما قدرتش ان انا اضربهم في الخلاط، يعني جالي دور كده الحمد لله. يعني برضو ابني ادم كان تعبان قوي والله، و كان عنده نزيف كده والحمد لله يعني كان بينزف من مناخيره، بس الحمد لله عدت على خير يعني. وقلت ان انا لازما اقوم بقى عشان خاطر نكمل بقية فيديوهاتنا عشان خاطر حبايبنا. وزي ما انتم ما شايفين هنا بقى هبدأ ان انا احط ايه كام حاجة كده على الطماطم، لان بصراحة الطماطم اليومين دول بتبقى حمرا من بره ومن جوه تلاقيها مصفرة. زي ما انتم ما شايفين حطيت هنا معلقة من البابريكا وهنا معلقة من البابريكا، وهنحط هنا معلقة من الصلصة وهنا برضو ايه معلقة من الصلصة، وهنحط كمان معلقة صغيرة من السكر وهنا برضو معلقة صغيرة من السكر. السكر هنا مادة حافظة، والبابريكا هتعزز كده لونها، تخليها لونها تبقى حلو. وكمان الصلصة دي صلصة هاينز اللي انا كنت قايله لكم عليها قبل كده، تخلي برضو ايه الصلصة تبقى حلوة جدا. لو انت طبعا حابة ان انت تحطي كمية اكتر من كده من الصلصة برضو هتبقى حلوة جدا، بس احنا قلنا عشان خاطر بقى ايه تبقى اقتصادية كده وما تبقاش نكلفها كتير. هنقلب كده كويس جدا، وبعد كده هبدأ بقى ان انا ايه هصفيها، لاني انا مش عايزة تبقى فيها الفتل اللي هي بتبقى في الطماطم، عشان تبقى زي بتاعت بره بالظبط وتبقى جاهزة كده وجميلة وتبقى حلوة قوي. هنا بقى هبدأ ان انا كده ايه هاخد كده بالكوباية وهبدأ ان انا ايه اصفيها. بجد بتبقى طعمها مختلف لما بنصفيها، ما بتبقاش فيها تفل ولا اي حاجة، وما بتاخدش من الطماطم ولا اي حاجة، هي بس ايه انتي لازم تصفيها كويس جدا ومش هتاخد من الطماطم ولا حاجة. تبقى حاجات بسيطة جدا، يعني التفل بتاع الطماطم ده يعني ملهوش اي لازمة خالص. وهنا بقى ايرين طالعة وعايزة تعمل معانا، شايفين عايزة تعوم في قلب الحلة. دايما على طول لازم تطلع لي على المطبخ. تفتح البوتاجاز وتطلع. وزي ما انتم شايفين كده اهو ببدأ ان انا ايه اصفيها معاكم بالشكل اللي انتم شايفينه ده. معلش هي هتاخد طبعا وقت معاكم، بس بجد هتاخدوا منها نتيجة هايلة جدا. بصوا مصممة ان هي تعمل معايا، عمالة تلف في الحل.
اعمل معاكي يا ماما. عايزة تصفي زيي يعني. بصوا انا هنا ايه بتك كده على المعلقة وبصفيها كويس جدا، يعني ما بخليش التفل يبقى طالع فيه نسبة مية، لا يعني ايه بصفيها كويس جدا من التفل، مش عايزة خالص يبقى فيها خالص ايه يعني عشان طبعا ايه التفل يعني يبقى طالع كده ناشف، ما يبقاش فيه صلصة يعني. هنا بقى هنحطها على النار تغلي غلوة، وزي ما انتم شايفين، وببدأ ان انا ايه اوطي عليها النار. بعد كده ايه هنبدأ بقى ايه نرجع لكم. وهنا بقى ايه بعد ما غلت غلوة وقلبناها نوطي عليها النار تتسبك براحتها. وهنا بعد ما اتسبكت معانا شايفين قد ايه كريمي، قد ايه قوامها جميل، كمان لونها تحفة جدا واحسن من البطرمانات بكتير. كفاية كده ان احنا عاملينها في البيت وضامنين نظافتها، بجد تحفة جدا. هنعبي هنا برضو البطرمان دوت هنحطه كده ايه باب التلاجة نسحب منه. طبعا عارفين البطرمانات بقت غالية جدا. ولو وصلتوا لغايه هنا ما تنسوناش في لايك وشير وكومنت حلو منكم. ما تنسيش ان انت تشتركي في القناه وتفعلي زر الجرس على الكل عشان يوصلك كل الاشعارات بتاعتنا الجديده. وزي ما انتم شايفين انا جبت كده الكوبايه ديت وحطيت كده فيها الاكياس، نعملها بالطريقه الحلوه ديت بجد جميله جدا، ما توسخش معانا الكيس. كمان برضو بيبقى ناخد المقدار على حسب المقدار اللي احنا هنستعمله، يعني على حسب كل اكلة طبعا عارفين المقدار اللي احنا بنستعمله قد ايه. حلوة جدا برضو البنوتات الصغيرين اللي اول مرة يخش المطبخ يبقوا عارفين كده المقدار بتاعهم، وكمان يبقى يظبطوا كده اكياسكم. بصوا الخطوة دي فكرتني بقى ايه بالاكياس اللي هي لما بنروح نشتري الكيس الحمص من عند الراجل يحط كده الكوباية في قلب الكيس. بجد عجبتني جدا. وهنا هنخلص بقى كل الكمية بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وانا عاملة هنا الاكياس بالشكل ده عشان خاطر ما تاخدش معانا مكان في الفريزر. يا رب تكون عجبتكم فكرتنا بتاعت النهاردة.